من سنة بالظبط وبتاريخ 30/1/2023 عملت فيديو على كل منصات المحتوى القصير. كنت بقول فيه إن عملت تحدي بقالي 30 يوم مش بسمع أغاني، ومن ساعتها وأنا لسه مكمل في التحدي ده، يعني بقى جزء من يومي، بمعنى أصح بقالي سنة مش بسمع أغاني. بص، احنا كلنا عارفين اكيد ان الاغاني سماعها حرام. في اراء طبعا بتبقى مختلفة في الموضوع ده، بس انت عارف، خليك صريح يعني، ان الرأي الراجح دايما هو ان الاغاني حرام. واي حكم دورت عليه على جوجل زي اي حد دور في الموضوع ده، ليه دايما مقترن بذكر الآية رقم 6 في سورة لقمان. اللي جاي اتكلم فيه النهاردة هو حتى لو الموضوع مش حرام، ليه ممكن واحد ياخد تحدي زي ده؟ النهارده هكلمك عن الاثر الدنيوي للاغاني واثرها على النفس وتفكيرك وكل حاجه حواليك. حتى لو الجزء الديني كان محللها، فهي فعلا ليها اثر سلبي عليك. فبقول كفايه انترو لغايه كده، ويلا بينا. بص، قبل ما نبدا في الموضوع لازم نشوف الاغنيه بتتكون من ايه ونفصصها كده حته حته، ناخد الموضوع بعمق شويه. الاغنيه بتتكون من كلمات والحان او موسيقى، وده شيء منطقي، ما ضفتش حاجه جديده. والشيء اللي انا بحسه مؤثر اكتر هي الكلمات، عشان كده مش هبدا بيها، انا هبدا بالموسيقى. ايوه، الموسيقى يعني بتاثر ازاي؟ مش فاهم. لو سالت اي حد شغال على الاغاني، يعني بيكريت الاغنيه، بيعمل لها الالحان، هو اللي بيغني اصلا، هتلاقي دايما ان اختيار الموسيقى ده من اكتر الحاجات اللي بيتم اختيارها بعنايه. الموسيقى او اللحن اللي طالع من آلة العزف اللي انت بتسمعها، سواء جيتار بقى، بيانو، ايا كان آلة العزف ايه، ده مختارة بعنايه، لان هي كفيله لوحدها تغير مشاعرك وتغير المود الحالي بتاعك. يعني انت ممكن تكون حاسس بحاجه، تسمع الموسيقى تغير التفكير بتاعك او المود الحالي لحاجه تانية خالص. واللي بيكلمك دلوقتي حد كان شغال على الموضوع ده بنفسه. والناس اللي متابعاني من زمان قوي، من قبل ما تعرف خالص، عارفين ان بدايتي كانت اني بطلع في الفيديوهات بقول الشعر اللي انا بكتبه. بالمناسبه انا بكتب شعر فعلا، استنى اجيب لك الكتاب بتاعي وجاي، خليك ما تقومش. ادي الكتاب اهو. الكتاب ده اللي نزلت بيه معرض القاهره لدورتين متتاليتين، هو ديوان شعر. فانا بدايتي كانت اني بكتب شعر. ان انا دايما لما كنت بنزل الفيديوهات، عارف ان انا يعني صوتي لوحده او القاء الشعر لوحده مش هيحرك مشاعرك، مش هيخليك تركز في الفيديو، مش هيخليك توصل لك الفكره اللي انا عايز اوصلها لك. فكنت من اكتر الحاجات اللي بعملها هي ان انا اركز في اختيار الموسيقى، لان دي اللي هتحركك ودي اللي هتخليك فاهم انا عايز اوصل لك ايه. وده كان سبب مهم من الاسباب اللي خلتني ما اكملش في نشر فيديوهات الشعر، لانها قايمه على الموضوع ده. انا قايم ان انا بغير تفكيرك، وان انا بلعب في الحته اللي انت بتفكر فيها، وبغير المود بتاعك. فعلا الموسيقى كفيله تغير لك حاجات كتير قوي. ومثال بسيط قوي، هات اي مشهد درامي، شيل منه الموسيقى التصويريه واتفرج، وبعد كده اتفرج عليه بالموسيقى التصويريه. انت هنا هتحس بالمود وهتفهم المشهد موريك ايه. ومن غير الموسيقى هتلاقي ان انت ولا اي حاجه. هتقولي طب ما هو ده الصح، ما كده حاجه واصله لك. ما ايوه، الفكره بقى ان الحاجه دي مش دايما بتكون نافعه، مش دايما بتكون هي الحاجه الصح، مش هي الحاجه الحلال. ممكن تخليك تفكر في حاجه انت مش ينفعش تفكر فيها دلوقتي، مش ده وقتها، ف بتتضرر. تاني حاجه وهي الاهم هي الكلمات. ومش هزكي نفسي عليك، بس لازم افكرك ان انا كنت بكتب شعر، فحته الكلمات بالذات بقى انا عارفها كويس قوي. انا من الناس المقتنعه ان الكلمه سحر. وفي العصور القديمه قبل نزول الوحي على اشرف الخلق سيدنا محمد، الكلمه كانت كفيله ان خلت الجماعات تعرف تغير الديانات وتحرفها. فالكلمه اللي بتنزل على ودنك دي لو مختاره صح، واللي كاتبها عارف هو بيكتب ايه ومتمكن من الموضوع، سهل انه يغير لك المود بتاعك ويخليك تفكر في حاجه انت مش عايز تفكر فيها دلوقتي. يعني مثلا لو سمعت اغنيه رومانسيه، الموسيقى مختاره بعنايه، الكلمات مكتوبه بشكل مدروس جدا، فانت اصلا لو انت سنك صغير ممكن تفكر انك تخش في علاقه. ودي يعني ده السبب، ده اللي حاصل، ده اللي احنا بنشوفه دايما، ان الناس اعمارها صغيره، 14 15 16 سنه وبتتكلم في الحاجات دي. ما هي دي مؤثر من المؤثرات، بجانب المسلسلات والفيديوهات اللي بتطلع لك دايما. وبجد من الامثله اللي انا محظوظ اني شفتها قبل اعمل الحلقه دي، هي كان فيديو لباشمهندس احمد عامر. طبعا عارفين الداعيه كلنا احمد عامر، في البودكاست بتاعه الشهير بودكاست وعي. كان البودكاست بيتكلم عن الاغاني، وكنت مرشحه قبل كده في الستوري عشان الناس تتفرج عليه يعني. وهو وصف تاثير الكلمات بشكل حلو قوي. يعني مثلا الاغاني الترندي دلوقتي، الاغاني كلها القايمه ان انا اجمل منك، انا جمهوري في ظهري، انا القوي، انا نمبر 1، انت اقل مني، انت مش عارف ايه، انا مش شايفك. فالحاجات دي اصلا متعارضه مع الحاجات اللي الدين بتاعك بيحثك عليه، متعارضه مع التواضع ومع تزكيه النفس ومع اي صفه حميده احنا اتحسنا ان احنا نعمل بيها. ده بينمي عندك فكره الغرور، هو ده اللي بيزقك. انت هنا احسن منه، انت هنا اقوى منه، انت هنا شكلك احلى منه، انت بتلبس احسن منه. فدي بيملى عندك الحته الفاضيه من الاحاسيس وتعاملك مع الناس، فيكون صعب عليك ان انت تتواضع وتكون ماشي هين وتتعامل مع الناس ببساطه وسلاسه زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا امرنا. وصدقني انا مش بتكلم في الموضوع بعمق زياده، بس هي فعلا الكلمات بتاثر عليك بالشكل ده. وده اللي شايفه من الجيل الحالي بتاعنا،
ان فعلا الشخصيات متاثره بالاغاني دي. اي صوره بتنزل على الفيسبوك بلاقي عليها كابشن من اغنيه راب مثلا، انا جامد وبتاع الكلام ده يعني. وغير كده طريقه كلامه وطريقه لبسه بتتاثر بالنموذج اللي قدامه اللي طالع على الشاشات وعلى السوشيال ميديا قدامه. زي بالظبط ما ربنا ذكر في سوره طه: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياه الدنيا. انت هنا بتبص على اللي ربنا متع بيه ناس تانية وهم بيجملهولك قوي، فده بيغير شخصيتك، طريقه كلامك، نظرتك للناس، وبيخليك اصلا مش راضي عن حياتك. واخر حاجه حابب افكرك بيها ان انت بتكون مولود اصلا وجواك الفطره ان انت محتاج للشعور بالحنان، الشعور بالاطمئنان، الشعور بالهدوء، الشعور بالحزن. كل الحاجات دي انت بتبقى مولود وهي جواك فاضيه، فانت بتختار تملاها بايه؟ فانت بتملاها بالاغاني. بيكون صعب عليك تملاها باي حاجه تانية، سواء الصلاه او قراءه القران او حتى انك تشتكي لحد قريب منك زي والدك او والدتك. فانت لما مليت كل الاحتياجات اللي جواك، عقلك ما بقاش شايف غيرها. تعال نقسمها كده كاتيجوريز ونشوف كل حاجه. فرضا انت بتسمع اغنيه رومانسيه. الاغاني الرومانسيه حاضرا يعني في الايام بتاعتنا دي، مش عايز اذكر اغنيه بعينها يعني عشان ما يبانش ان انا هجمات مرتده كده، بس كل الاغاني لو انت ركزت فيها هي من غير ما تحس بتحثك عن ان انت تبص للمجتمع اللي حواليك بان هو مباح عادي. اتكلم بشكل اوضح: الاغاني، المسلسلات، مش عايز اعمل موضوع تاني غير الاغاني، بس الاغاني، مسلسلات، الافلام، كل حاجه بتعرض لها موريه لك ان العلاقات حلوه، بان انت تعرف بنت وتقضي وقت طويل معاها وتنزلوا وتخرجوا، والبنت دي اصلا يعني ممكن قشطه من ورا اهلها عادي وانت من ورا اهلك. هو موريك ان ده شكل، ان كل ده عادي، ان كل ده مباح، وان كل ده اصلا هو مش بيعرضه ليك بشكل عادي، هو بيعرضه ليك بشكل جمالي وبزوايا معينه. ولو اغاني بقى، نرجع للاغاني، خلينا في الاغاني، بكلمات معينه. فانت خلاص هو خلى الموضوع جوه دماغك مباح ان انت تبص لاي حد. انا ممكن اشوف دي اكلم دي، نفس الكلام الطرف التاني، انا ممكن اشوف ده اكلم ده، اتعرف عليه، اشير بقى معاه الاغنيه دي، يشير معاه الاغنيه دي. فانت عمال برضو تملى جواك الحته دي، تملى وقتك بحاجه اصلا احنا مش مأمورين بيها دينيا ولا هي صح اصلا. بص سبحان الله، عامه دي حاجه انا اكتشفتها بالفطره: اي حاجه الدين نهاك عنها فهي فعلا ليها ضرر دنيوي، حتى لو انت مش فاهم ده او لو انت مش حاسس ده، تبقى مضره بشكل كبير من الجانب الدنيوي، من الجانب النفسي، من علاقاتك مع الناس. تاني نوع بقى انا اتكلمت فيه من غير ما اقصد في البارت اللي فات يعني، اللي هي الاغاني الترندي حاليا، اللي هي الراب يعني. فدي بتاثر عليك بشكل كبير قوي من تعاملك مع الناس. انت بتخليك مغرور بشكل كبير، متكبر. يعني انت بتعامل ان انت الناس كلها اقل منك، انت احسن منهم. دي بالنسبه لك بتملى عندك سقف طموحك. يعني انت سقف طموحك ان انت تكون لابس اللبس اللي هو اللي انت بتشوفه، تتكلم بنفس الطريقه دي. ده كده اللي هو ايه يعني، ده الجمدان بالنسبه لك. انا كده خلاص عملت اللي انا عايزه. اخر حاجه والكارثه بقى، واللي دي ترند من سنين كتير قوي، هي الاغاني المهرجانات. بتاثر عليك ازاي؟ بتاثر عليك بشكل كبير قوي 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 في طريقه كلامك، رسمي، طريقه كلامك بطريقه مش طبيعيه. تلاقي شخص هو اصلا معروف. يعني مثلا انا شفت ناس، دي تجربه شخصيه، انا كنت عارفهم مثلا في ابتدائي واعدادي، وهم ما شاء الله ناس كانوا محترمه جدا ومجتهدين جدا. طلعوا في ثانوي بقى وفي الكليه مع ناس مش كويسه يعني، وبداوا بقى يتعرضوا للحاجات دي، للاغاني دي، للاشكال دي، لللبس ده. خلاص هم انصهروا مع الكوميونتي الغريب الجديد ده، فده اثر عليهم. انا بتشوف فعلا شخصيات مختلفه، هو طريقه كلامه مختلفه، هو طريقه تفكير مختلفه، طريقه حكمه على الاشياء، طريقه حركته، كل حاجه اتغيرت، كانه انسان اتخلق من جديد. وده بقى احنا عارفين مكروه عندنا الفاحش والبذيء، ودي حاجه اساسيه دلوقتي، ان انت لازم عشان تكون روش، عشان تكون جامد، عشان سمعت الاغنيه دي بتقول كذا، او المهرجان بمعنى اصح بيقول كذا، فانا هقول زيه، لان دي اللي بتضحك، ودي اللي بتبين ان انا جامد، ودي اللي بتبين ان انا روش. واللي انت غافل عنه ليها اثر على شغلك. انا سمعت تجارب كتير، ناس راحت عملت انترفيو بعد كده في شركات يعني بتدور على السوشيال ميديا بتاعتك، بتشوف كلامك، طريقتك اللي بتنزله. في ناس اخدت ريجكتد بسبب الحاجات اللي بتنزلها وطريقه كلامها على السوشيال ميديا، لان دلوقتي السوشيال ميديا خلاص باين الشخصيه الحقيقيه للشخص يعني، وهو مش حاسس بنفسه في هزاره مع اصحابه وهكذا. اثر الاغاني على علاقتك بربنا، ده الموضوع الاهم. وبرده كالعاده انا بسحب نقط من الشابترز اللي فاتت وبكمل عليها دلوقتي. اول نقطه اتكلمنا عنها هي نقطه التكبر والغرور، ودي خلصناها. تاني حاجه واهمهم القران. زي ما قلت قبل كده وبكررها، انت مليت الاحتياج اللي جواك من المشاعر والتفكير، من الاحتياج بالشعور بالحنان، بالاطمئنان، بالراحه. كل ده انت مولود وهو فاضي عندك من هنا، وانت مليته بالحته دي، انت مليته بالاغاني. فانت اقتنعت ان انت مش هتحس ان انت حزين غير لو سمعت المغني ده، مش هتحس ان انت فرحان غير لو سمعت الاغنيه دي، مش هتحس ان انت هايبد كده وانت مثلا بتلعب بلاي ستيشن او حاجه غير وانت بتسمع التراك ده. كل المشاعر الناقصه عندك دي انت مليتها، فبقى صعب عليك جدا ان انت تحط جنبها حاجات تانية من اللي ربنا امرنا بيها. صدقني وانت مش حاسس، هي الاغاني سبب كبير جدا من الاسباب اللي مصعبه عليك التزامك بقراءه القران، التزامك بالصلاه مثلا، لان هي فعلا
الحاجات دي ما بقاش ليها مكان جواك، بقت حاجات انت عارف ان هي واجبه عليك ولازم تعملها، فبتمشي مره ومره لا، لكن هي ملهاش مكان جوه. واخر حاجه هي الاغاني بتغير منطقك وحكمك على الاشياء. مثال بسيط جدا، انت ماشي دلوقتي حد خبط فيك، فبدل ما تعفو وتصفح والكلام اللي احنا عارفينه كله، لا انت ازاي تخبط فيا وهكذا. عم مهاب انت اوفر قوي الصراحه، مش اغنيه اللي هتعمل كل ده، لا صدقني هي بتعمل، بس هي عامله زي اول سيجاره كده، انت بتاخد شوت او بتاخد حاجه بسيطه انت مش حاسس باثرها، بعد مره في التانية في التالتة هي بقت جزء جواك من كتر ما هي موجوده اصلا، فانت مش قادر تستوعب ان كلامي ده مش عميق، بل هو كلام عادي جدا. وصلنا لاهم جزء، ازاي نبطل نسمع اغاني. بص انا هكرر نفس الكلام اللي قلته في الفيديو الصغير بس باستفاضه اكتر وبترشيحات لكل حاجه. اول خطوه تعملها انك تعزم النيه وتعرف ان انت مقتنع باللي انت بتعمله، مش بتعمله عشان تجرب او تسمع الكلام وخلاص، لا انت مقتنع بده من جواك. تاني خطوه وهي ان انت تشيل كل الاغاني من على التليفون عندك وتستبدلها بالقران والبودكاست. وبس عشان المصطلح ده دايما الناس بتفهمه غلط، احنا مش بنقول الاغاني مقدارها مقدار القران او بنقارنهم ببعض، انا بس بقول تشيل ده وتحط ده، يعني مش قصدي ان دي هي دي طبعا. حاسس ان انت للاسف مثلا ما بتسمعش قران كتير وعايز مثلا ارشح لك حاجه تبدا بيها، اسمع سوره يوسف من مشاري راشد العفاسي، وقبل ما تسمعها اقرا قصه سيدنا يوسف، بعد كده اسمع السوره وشوف التفسير بتاعها لو في حاجه مش فاهمها فيها. وبالاخص اخترت الشيخ مشاري راشد العفاسي لان هو بالذات السوره دي بتحس ان هو عايش السوره قوي وبيعيشك معاه جواها. والموضوع بسيط جدا، وانت رايح الكليه، الدرس كل يوم، رايح شغلك، رايح اي مشوار، حط الهاند فري في ودنك، اسمع اللي يتيسر منها واللي تخلصه من سوره يوسف، وركز كده في المواصلات واسرح، ركز كده في المواصلات واسرح ركز يعني ركز في القراءه يعني واسرح معاه. طب لو عايز تسمع بودكاست، اول بودكاست لازم تسمعه، وبجد انا كنت من الناس اللي ما بسمعش بودكاست خالص، بس لما سمعت البودكاست ده غيرت رايي، هو بودكاست انت عارف هو ليه؟ هو ايوه العلاقات مع ياسر الحزيمي. تخيل فيديو 3 ساعات معدي 70 مليون فيو، فلازم تسمعه. واكيد مش هتسمعه 3 ساعات على بعض، انا ما عملتش كده، انا كل يوم كنت بسمع نص ساعه، ساعه الا ربع، ربع ساعه، حسب ما انا فاضي. بس انت مجرد ما بدات فيه هتلاقي الخيط بيتكر كده وبتسمعه، وبتحاول تدور على حاجات تانية تسمعها بعد كده، وهتحب البودكاست بسببه. وخطوه مهمه قبل كل ده، اكتب ورقه وعلقها في حته واضحه عندك ان انت ماشي في تحدي تبطيل الاغاني، عشان الورقه دي تفضل قدامك وتفتكر التحدي، لان هو حاجه جديده عليك فانت مش متعود عليها. يا سلام لو كل يوم في سكتش خارجي كده كتبت ملاحظاتك عن التجربه النهارده، او تقييم لنفسك انت عملت ايه وهل نجحت ولا خستعت في النص. وعايز اوضح لك حاجه اخيره، انت اكيد هتعرض الاغاني في الافراح، في الشارع، في السوشيال ميديا، في كل حته حواليك، بس اللي احنا بنتكلم عليه ان انت ما تروحش وتعزم ان انت تحط الهاند فري في ودنك وتشغل اغنيه، لكن انت تعرض لها، ده طبيعي، ما انت هتعرض لها في كل حته. بس كده وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يكون فيديو مفيد ليك، واتمنى يفرق معاك فعلا التحدي ده لو جربته. واللي اتمناه اكتر ان لو فعلا نفع معاك انك تدعي لي، وانك تخش تقول لي وصلت لايه، جربت ولا لا، هل نجحت ولا فشلت، ولا فشلت ليه، ولو نجحت كان صعب ولا سهل، لان فعلا الموضوع يستحق عن تجربه قبل وبعد في اختلاف كبير. ولو انت وصلت لهنا فانت فعلا حد بيحاول يبطل بس مش لاقي حد يساعده، او مش لاقي حد جرب قبله ينقل له التجربه، او حتى يقول له هو عملها ازاي. وحقيقي كان وحشني ارجع لفيديوهات طويله على اليوتيوب واطلع اتكلم معاكم بدون سكريبت، بدون حاجه كده، اللي هو كاتب من بوينتس بس وطالع اتكلم براحتي. ومستني رايكم في السيت اب الجديد، اللي لو ما شفتش الفيديو بتاعه طبعا فانا نزلته على منصات المحتوى القصير يعني، وشوفوا قول لي رايك هناك. ولو عايزين نتكلم باستفاضه عنه ممكن ابقى اتكلم في فيديو تاني، وقول لي افكار فيديوهات حابب نتكلم عنها في الكومنتس. وبس كده، في رعايه الله.